ازاي الواحد يحس بالتقدير ده والامتنان ده والحب ده من جوه؟ ازاي؟ اول حاجه نبتدي نقابل القصه القديمه اللي احنا بعد ما بنقابل القصه القديمه هيجي الاحساس ده لوحده كده؟ لا مش هيجي لوحده، هيجي بالابديت اللي انا بحكي لك عليه. ان انا لما انت تحسي باحتياجك لابوكي، لما انا احس باحتياجي ان ابويا يقول لي انت شاطر، لما انا احطك في الحته دي اللي بتحسي فيها بجسمك بعواطفك كعيل صغير عنده 7 سنين 10 سنين بيسمع ده ويحس بكل الوجع اللي هو حاسه لما ابوه ما كانش بيديله ده، والغضب اللي حاسه ناحيه ابوه، وكل المشاعر اللي كانت موجوده في الوقت ده بالنسبه له، وينظف ده، وساعتها تواجهيه بالحقيقه بتاعت حياته اللي فيها التقدير اللي هو عامله لنفسه بسبب اللي حصله وهو صغير. المقابلة دي في الحتة دي هي اللي بتخليكي تحسي ان انا متقدر من جوه. يعني يدي بقى لنفسه الحب مثلا او التقدير او دواء. بصي في المرايه وقولي لنفسك كل يوم الكلمتين الحلوين اللي احنا بنقولهم في الافيرميشن اللي هو الدواء بتاع الافيرميشن. اكتبي كل يوم 100 مره انا بحب نفسي، انا بحب نفسي، انا بحب مش نفسي. مش هيجي غير لو عرفتي، هيجي لما تسمحي لنفسك تفهمي اول حاجه ان اللي انت بتدوري عليه حاجه انت ما خدتيهاش. اوكي. وبعد ما تفهمي انها حاجه ما خدتيهاش تسمحي لنفسك تحسي بوجع انك ما خدتيهاش، والقصه اللي جواكي اللي ليها دعوه باللي انت عشتيه اللي انت مسقطاها على حياتك. ليه؟ لان الطاقه دي لازم تسيب جسمنا، لان هي الطاقه دي اللي عامله زي الدوده اللي بتدور على اكلها. الدوده قالت ايه؟ انا ما قدرونيش، فانا بطلع في الحياه وادور على اكل يقول لي انا ما تقدرتش. ايوه، غذاء للدوده. ايوه غذاء الدوده. فانا لازم الدوده عايشه على حسابي، فانا لازم افهم ان الدوده عايشه على حسابي.